مستر اكس ما بينتهيش. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى قدرنا نرجع الحساب بعد اسبوع من القلق والتوتر. ان حاجه عظيمه. مفيش حساب على الانترنت كله زي حساب كينج الناس كينج العالم. غير موجود. غير موجود. ذلك الابحار في كل معاني وعلوم الحياه بالكامل، السياسيه والاقتصاديه والدينيه والمجتمعيه والسيكولوجيه والجورباتشوفيه، كله. اللهم صل على النبي يا كينج. الحمد لله بفضل الله. مبسوط جدا جدا طبعا. واحب اشكر كل الناس اللي بعتت لي رسائل تطمن عليا، او حتى كتبت كومنتات عند ناس دلوقتي معاهم عشان يطمنوا عليا، او حتى في الصفحات التانية. ربنا يبارك فيكم يا رب. اشكركم من كل قلبي. انا ما كنتش متفاجئ من حاجه زي كده، مش عشان انا مغرور، لا، عشان احنا في بينا صراحه. انا عارف انا ايه بالنسبه لكم، زي ما انتوا كمان بالنسبه لي حاجه كبيره، والا ما كنتش خدت على عاتقي مسؤوليه ان انا اوضح لك حاجات واساهم في تغيير وعيك وتفكيرك في شتى مجالات الحياه. فانا كمان انا عارف انا ايه بالنسبه لك. العلاقه بيننا علاقه صراحه. مفيش حد فينا بيضحك على حد، ولا حد فينا بيمثل على حد، ولا حد فينا بيدعي المثاليه. امريكا حاولت مع المخابرات الامريكيه السي اي اي، والمخابرات الروسيه الكي جي بي، والمخابرات البريطانيه الام اي 6، وحسب ما وصلني من معلومات ان هم برضو استعانوا بسانوس في الاند جيمز. كل ده ما قدرش ان هو يقف قصاد طوفان الكينج الفكري. انت وقفت ضدهم ازاي يا كينج؟ بالماتريكس. انا ليه رجلت برضو؟ انا ليا نيو اندرسون ومورفيس في الماتريكس. اوعى تفكر ان الكينج لوحده. ولا الكينج واقف ورا عالم الماتريكس كله، الثلاث اجزاء. وعشان المناسبه السعيده ديت، باذن الله عندنا بكره فيديو مش من العيار الثقيل، من العيار الثقيل قوي قوي قوي. الفتره اللي فاتت لما الكينج اختفى عن الساحه، سمح لاشباه من يسمون نفسهم صناع محتوى او محللين عسكريين واقتصاديين، واللي انتم بتسمعوهم دول، سمحت لهم بسبب غياب الكينج في انهم يثقلوا دماغ الناس بالاطروحات والنظرات الغلط. حصل امبالانس. الكينج يرجع البالانس بقى. هنرجع بكره بفيديو بعنوان، او مش بعنوان، اديك نبذه بسيطه عنه، حاجه حته صغيره كده. دائما ما يقولون على ان امريكا بيتم استنزافها عسكريا في صراعها الحالي ضد، مش عايزين نقول الكلمه عشان هم اللي بيعملوا الكلام ده، بيتم استنزافها عسكريا. امريكا يو اس اي بيتم استنزافها. البلد اللي بتصرف سنويا على الجيش بتاعها 1 تريليون دولار بيتم استنزافها. امريكا اللي عندها في ضمن الدستور بتاعها حاجه اسمها قانون التصنيع الدفاعي، قانون يسمح لرئيس الجمهوريه ترامب انه يوجه كل المصانع الامريكيه الموجوده اللي بتصنع الحاجات دي والموبايلات واللابتوبات وكده في اثناء الصراعات والكونفليكت والحاجات دي، ان هي تتحول الى مصانع حربيه. امريكا بيتم استنزافها. هنسرح بكره. طبعا الفيديو هيكون طويل جدا، فممكن نقسمه على 3 4 ايام، لان ممكن لو عملته على فيديو واحد ممكن يعمل 45 دقيقه. فيديو داخل اروقه صناعه في امريكا، عشان نعرف ازاي امريكا دي بتتحرك. النسق الهجومي لامريكا، مراكز قتاليه في العالم كله، قواعد عسكريه، 800 قاعده عسكريه في 150 دوله، تسمح للرئيس الامريكي وهو قاعد في الحمام بتاع بيتهم انه يصدر امر يتنفذ في 5 دقائق في العالم. مين بلد تقدر تعمل كده؟ مين؟ في بلد رئيسها ممكن يصدر امر عسكري وهو قاعد يتنفذ في دوله زي بعد 5 دقائق؟ مفيش. ليه يا كينج؟ لان النسق الهجومي الامريكي هو اللي بيسمح لها كده. نسق هجومي واخدينه من ديننا، من عقيدتنا احنا. هاجم، خسرت عادي، ايه المشكله؟ خسرت في ارض غير ارضك، كسبت هتكسب خيرات وسمعه وهيمنه وزي ما انت عايز قول. غدا ان شاء الله تعالى. طبعا مبسوط جدا 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 جدا، وده هينعكس بصوره سلبيه وايجابيه. واحد يقول لي سلبيه وايجابيه ليه يا كينج؟ ايجابيه لان انا هديك بقى الفتره الجايه، اعمل حسابك الشهر الجاي ده كله في كله الكينج هيقول لك مصايب، هيغوص بيك، هيبحر بيك بقى في اعماق مش النفس البشريه الاتاكه، لا الفتاك. طب سلبيه ليه يا كينج؟ لان انا دلوقتي قررت ان انا لازم ادلع نفسي، فلازم اطلب وجبه شاورما دلوقتي مع التوميه بقى كده، الشاورما والحاجات دي كده بقى، واقعد امزمز مبسوط. كان نفسي في كوارع بس مش هتنفع دلوقتي.
نديها شاورما، نديها شاورما كينج. يا عيني عليك يا كينج، يا كينج الناس، كينج العالم. ده الجزء السلبي، لان طبعا ده جزء العالم دلوقتي في مشاكل، فكده محفظه الكينج الاستثماريه هتقل. واحد بعت رساله بيقول لي هوب رجعنا ليكو، هوب رجعنا ليكو. الفتره الجايه باذن الله تعالى الكينج مش هيكسر الترندات ولا الحدود ولا الكلام ده، لا 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 لا. الكينج لا مش عارف اقول بصراحه، تاهت مني، معلش تاهت، اعمل ايه طيب؟ اشكركم من كل قلبي، ربنا يبارك فيكم. اتمنى ونحن بنساعد في توعيه الناس وتذكيرهم وشرح الاطروحات واعطاء وجهات نظر قد تكون خاطئه احيانا وقد تكون مصيبه. انا مش رسول ولا نبي، يعني لازم نضيف المرح والبهجه والسرور. المسلم لازم يخش المعركه المعتركات الحياتيه وهو مؤمن بالله سبحانه وتعالى. كنت زعلان طبعا زعلان، حزين طبعا حزين، فاقد الامل والطاقه والشغف وكل حاجه خلال الاسبوع اللي فات، لكن كنت على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى بيعمل لي الخير حتى لو الحساب ما رجعش. الله سبحانه وتعالى بيعمل لي الخير، الله سبحانه وتعالى بيقدر لي الخير، الله سبحانه وتعالى هو ادرى بحالي مني. هو ده ايمانك بالله يعلم. احنا لا بنعظم امريكا ولا يهمنا غير امريكا ولا غيره، بس لازم المسلم ما يستخباش ورا الانتصارات الوهميه. هجيبك وافلكك انتصارات وهميه، لا تقعد تقرا لي يا روح امك بقى ايه المؤتمر الفلاني والمؤتمر العلاني ومؤتمر القمه العربيه وتقول السلام يا امريكا بتترعب الرعب الفينيقي، النفس البشريه الاتاك، تحاول ان تبحث عن الشيء في اللا شيء. لازم اجيب خرزانه، عليا النعم لازم اجيب خرزانه. الكينج يعود ويعود بقوه. مش عايز اخلص الفيديو والله، مبسوط والله العظيم مبسوط. اشكركم من كل قلبي، شكرا جدا جدا ليكم، واشكر للناس اللي دعت لي دعوات من قلبها. اكيد ربنا سبحانه وتعالى استجاب لحد منكم. احنا مسلمين عشان ربنا بيحبنا. ربنا لما خلقنا اطلع على قلوبنا، شاف ان احنا نستحق نكون مسلمين. اوعى تضيع النعمه دي، اوعى تضيع النعمه دي. خلاص اشكركم من كل قلبي.